السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم زياد. الوقت أنا هعمل لكم إزاي أعمل اللبن الرايب وأخد من على وشه القشطة. طبعا أنا في القاهرة، مؤاخذة ما عنديش جاموسة ولا عندي حاجة، فأنا عاوز أعمل مش وعاوز أعمل زبدة. فأنا أقوم أعمل إيه؟ أجيب لي 5 كيلو في 5 كيلو لغاية ما أجمع القشطة بتاعتي عشان أعملها طبعا زبدة، وأعمل المش والجبنة من اللبن اللي يفيض. فانا هوريكم، خليكم معايا هوريكم خطوه خطوه. انا الوقت جايبه لبن اهو، جايبه 5 كيلو لبن. هعملهم، هسيبهم بتاع يومين 3 كده في قلب البتاع عشان اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهم يا حبايبي، خلي بالكم انا بعمل عشان من اول جايبه لكم من اول اخلص اهو، عشان بردك اللي بقوا عايشين في القاهره يعملوا كل اللي نفسهم فيه، واللي عايشين في المدن يعملوا في اللي نفسهم فيه. واوفر ليكي كمان، اوفر ما تجيبي زبده. يعني انت بتجيبي الزبده اهو يا حبايبي، اهو دول كده 5 كيلو. بعمل بغطيهم واحطهم في المطبخ واحط عليهم حته عشان يدفوا لمده يومين او 3 ايام بالكتير خالص، يقوم يروب وبيطلع على الوش القشطه على الوش. انا هوريها لكم بعد ما تعمل. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما اللبن راب اهوت واتجمد في قلب الطبق اللي كنت موريه لكم، اللي انا هعمل منه الجبنه، وهطلع منه قشطه اهو يا حبايبي. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي. اهو يا حبايبي ده القشطه بتاعته اهي، دي القشطه بتعمل منها زبده اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي ده القشطه. كده انا بوريكم القشطه، لسه هقشط منه كتير. دلوقتي يا حبايبي انا بعد ما شلت القشطه اهي، شلت القشطه من عليه اهي، طبق كبير اهو. دول 5 كيلو لبن، فهعمله جبنه بقى على حيث ان انا عندي مش هسقتهم فيه بدل ما اروح اشتري، يبقى انا استفدت بالقشطه. يعني طلع لي بتاع نص كيلو قشطه وزياده اهو ب 100 جنيه. انا لا استفدت بقى باللبن نفسه معايا. يعني القشطه الكيلو اللبن، الكيلو القشطه بكام دلوقتي؟ ما انا ما اعرفش الزبده بكام لان ما اشتريتهاش، انا بعملها في البيت. فالوقت يا حبايبي انا اللي توفر لي اللبن طلع عليا ببلاش. يعني انا خدت القشطه وطلع على اللبن ببلاش بسبب 5 كيلو لبن. فانا الوقت هعملهم جبنه واسقطهم في المش. خليكم معايا. بحط عليه ميه سخنه عشان بدل ما تدفي اللبن في الفرن زي ما نظام الفلاحين والكلام ده، لا انا بحط ميه سخنه اهو. جايبه مصفى اهي، مصفى كبيره اهي، فهفرش فيها حته بالنظام ده اهو يا حبايبي. طبعا انا ما عنديش حاجات زي نظام الفلاحين وكده، فانا في البيت اهو بالنظام ده اهو يا حبايبي. اعمل جايبه اللبن اهو، اللبن بعد ما حطيت عليه الميه السخنه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو اهو يا حبايبي، اهو بصوا اهو. دلوقتي هرش ملح بسيط على حيث ان لو حد عاوز جبنه قريش ملحها دلع. هقول لكم بعدين ازاي تحدقوها اهو يا حبايبي. بصوا رشه ملح صغيرين كده على حيث ان يبقى ملحها دلع، مبقاش ملح حادق اهو بالنظام ده.
هسيبه بقى ليله في قلب الشاش كده بنفس النظام ده، هغطيه واسيبه وهرجع لكم يا حبايب قلبي. دلوقتي يا حبايبي ديت القشطه اللي طلعت من اللبن بتاع الجبنه اللي كنت بقول لكم عليه. هسيحها على عين صغيره قوي فوق ما تتخيلوا، يعني زي شمعه. هي قشطه لان ولاد عاوزين المرته، فانا عملتها عشان اخد المرته منها. دلوقتي يا حبايبي انا جبت لكم القشطه وهي بتستوي اهيت، وعشان اوريها لكم على طبيعتها، واحط لها معلقه ملح عشان تستوي منها في بعضها. ساحت ازاي اهي، ادي معلقه الملح عشان اعمل لهم مرته منها. انا ما رضيتش اعملها سمنه زبده يعني، على حيث انها ايه تعمل مرته. بص معلقه الملح يا حبايبي، وهي اهي بتستوي اهي على نار هاديه جدا، ولازم تقلبها كل شويه، يعني كل حبه تتابعيها عشان ما تفرش منك، ونار هاديه اهي. اهي يا حبايبي دي قشطه اللي انا واخداها من على وش اللبن اهي. هسويها كويس لغايه ما تستوي بقى تبقى زبده سايحه عشان ابقى اوريها لكم في النهايه. اهي يا حبايبي اهي. اهي يا حبايبي جبت لكم خطوه بخطوه اهي، والمرته تحت اهي. اهي يا حبايبي اهي. هجيبها لكم بقى بعد ما تبرد واحطها في البطرمان. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما عملت الجبنه اللي انا وريتها لكم اهي في قلب اللي بص اهي كده. هوريها لكم عمال الجبنه اللي انا وريتها لكم كنت مفرغاها اهي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي اهو يا حبايبي. خليكم معايا خليكم معايا يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي انا جبت لكم بعد ما خلصت الجبنه خالص اهو. الجبنه دي هرش عليها ملح هتنشف، هي لسه طريه لان هي قعدت يوم واحد. هي قعدت يوم واحد. دلوقتي جبنه قريش جميله دلعه وجميله، يعني بردك بحب تغمسي بيها اي حاجه، سندوتشات العيال جميله اهي. بس انا اللي مقطعاها مسلسلات، ممكن تقطعها زي ما انت عاوزه، تقطع دي برجع لك انت. المهم دلوقتي انا كل اللي استفدت بيه تعتبر دي وقف عليها ببلاش. الجبنه دي وقفت عليها ببلاش اهو. يجي كيلو ونص اهو. الكيلو ونص عاملين كام؟ كيلو ونص دلوقتي عاملين بتاع ايه 70 جنيه. 70 جنيه. وهنا خلبة رمان ده هي ملتولي سمنه. الزبده اهي. الزبده اهي. ده الكيلو الزبده بكام دلوقتي؟ انا بقول انا اسمع على حسب ما سمعت بيقولوا 170. ب 170 وعندك 70 جنيه يبقى 240 جنيه. 240 جنيه. انا عملت حاجه ب 100 جنيه بس. اولا عملت الزبده ديت بطرمان الزبده ده اهو وريحته جميله، وعملت منه المرته اهيت. ادي مرتته اهي المرته اهيت. وعملت منه الجبنه كيلو ونص جبنه دول. يبقى كله يا حبايبي ايه 240 جنيه في سبيل ان انا جايبه اللبن بس. اللبن لوحده ب 100 جنيه. اللبن لوحده ب 100 جنيه. فانت انا كسبت، يعني انا كسبت كام؟ 140 جنيه. ليه؟ طب ما انا اجيب واعمل في بيتي. انا عاملاها عباها في علب بقى واحطها لعيالي يعملوا سندوتشات منها. يا وانا بقى عاوزاها اعملها المش بعملها اضخم من كده. بشوف بقى حاجه تانية اعملها اضخم من كده، بس دي انا عاملاها عشان عيالي يغمسوا منها اهي. جميله جميله جدا. زبده هي الجبنه. وممكن بردك عاوزه انشفها احط عليها شويه ملح، عاوزه اخليها دي العاده في ايديا انا. بس انا اللي فرحانه بيه ان انا كسبت ده بال100 جنيه. ده فرحانه بيه. ده انا فرحانه بيه. والمرته اكتر كمان فرحانه بيها، اكتر ما فرحانه بالجبنه اهو يا حبايبي.
المرطة فيها زبدة كمان لسه. فيا حبايبي كل واحدة تعمل، والله انت لو جبت لبن كويس من عند واحد ولا حاجة، ممكن يطلع لك ال5 كيلو يطلع لك كيلو زبدة، ال5 كيلو يطلع لك كيلو زبدة. تبع المحل اللي بتجيب منه لبن نضيف اهي بنفس النظام ده. والمية اللي طلعت منه اهي، انا مرضيش ارمي حاجة خليتها بطبيعتها. المية اللي نزلت منه اهي، ده المية اللي نزلت منها اهي، انا كنت عامله في المصفى دي. انا بقى لو عاوزه اعملها تخينه عن كده عشان المش، بحطها في حاجه اعلى تبقى عاليه يعني، على حيث ان ايه ما تبقاش رقيقه كده. بس انا حبيت اوريها لكم. انا طول السنه بقى بجيب بقى مثلا اعمل جبنه الاول لعيالي ياكلوا بقى ويفرحوا بها الاول، وبعد كده بقى ايه اجيب كل اسبوع مثلا اجيب 5 كيلو اعمل المش، واعمل مش واحطه فيها، اعمل جبنه ام مش وبعمل المش نفسه. طبعا انا عندي خميره بتاعت المش، يعني عندي حبه مش قدام بروح حاطه عليهم بقى لبن. فانا ان شاء الله هعمل لكم حاجه في حاجه كده، بس انا حبيت اوريكم يا حبايبي عمايل الجبنه اهي. اهي يا حبايبي اهي، ترش عليها ملح وبتبقى تحفه. انا اللي مفرحني زي ما قلت لكم هو بطرمان الزبده، ده اللي مفرحني. فالواحد لو عمل 5 كيلو في 5 كيلو ب100 جنيه، ب5 كيلو زبده يبقى 500 جنيه في 5 كيلو زبده، يا بلاش حق 2 كيلو، يا بلاش يا بلاش. ويا رب يعجبكم، يا رب يعجبكم، وان شاء الله تجربوا وتعملوا، وربنا يصلح حال الجميع يا رب. يا حبايب قلبي اعملوا لي بقى اشتراك، ويا رب الحاجه تعجبكم، ويكون يا رب كده سنه سعيده عليكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا غاليين، الف سلام.